السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو أوضح عن كيفية استخدام التحويلات المالية أو تحويل الرصيد من المحفظة إلى أي رقم تليفون باستخدام زين كاش. طبعا هذا في حد الرقم الموجود بالموبايل، السيم كارت، شريحة خاصة بأثير بزين العراق. طبعا في حالة ما متوفر عندنا انترنت، طبعا باستخدام التطبيق ممكن نسوي كل عملية تحويل المالية او تحويل الى رصيد باستخدام هذا التطبيق زين كاش. في حالة متوفر كان انترنت. في حالة ما متوفر انترنت نستخدم الهاتف او هذا الكود اللي هو نجمة 210 شباك. نسوي عملية اتصال. راح تطلع لنا خيارات. اول العربية نضغط واحد. ممكن نستخدم العربي او انجليزي، ماكو مشكلة بالكتابة. استخدمت عربي وانجليزي ماكو مشكلة. الان اضغط على واحد لتسجيل محفظة. في حالة تسجيل محفظة زين كاش اختار 2 اذا عندك محفظة نختار 2. الان يطلب كلمة السر المحفظة. طبعا راح اوقف الفيديو ثواني حتى اكتب كلمة السر. هسه كتبت كلمة السر، طلعت لي هذه الواجهة. اولا تحويل مالي، 2 تعبئة رصيد، 3 سحب نقدي، دفع فواتير، محفظتي تعرف بها كشف الحساب المبلغ الموجود داخل المحفظة مالتك الخاصة بيك. الان نسوي مثلا عملية تعبئة رصيد، يعني احول من المحفظة مبلغ الى اي رقم تليفون او رقمك ويكون كرصيد تستخدمه في عمليات الاتصال. اضغط رقم 2 تعبئة رصيد. حدث مشكلة. هذه العملية لازم تتطلب تأخير، لازم تسويها يعني بشكل مستمر بدون تأخير. لذلك يعني شوية تأخرت حكيت وما يعني حتى أوضح لكم الآلية. إذن هذه هسه أعيد الخطوات بس بسرعة بدون توقف. نفس الكود نجمة 210 شباك اتصال. اختار اللغة العربية، تطلع الواجهة بالعربية، نختار 2. ندخل الرقم السري، هم نوقف ثواني. الآن طلعت لنا هذه الواجهة بعد ما دخلنا كلمة السر. ندخل على رقم 2 تعبئة رصيد، حول رصيد إلى ادخل رقم الدفع المسبق التي ترغب بالتعبئة رصيد. الآن تكتب رقم تلفون أي شخص تريد تحول له رصيد من محفظتك ويستخدمه كرصيد للاتصال. كتبت هذا رقم تلفوني 38 واحد. اوكي. الان ادخل المبلغ المراد تحويله. ايش قد تحول له؟ 5000، 10000، 15، 20، 30، 35، 50. نكتب الرقم المقابل المبلغ، مثلا رقم 1 5. اوكي. ندوس ارسال رح يتم عملية ارسال. الى هنا اتوقف بس حتى يعني اوضح لكم كيفية عملية تحويل أو استخدام التحويلات المالية أو استخدام تحويل الرصيد إلى بالمحفظة إلى رصيد اتصال. إلى هنا هذا توقف بالفيديو. وأي شيء ممكن سؤال على تحويلات أو تحبة رصيد بزين كاش ممكن بالتعليقات تكتبوها وأسوي لكم فيديو عنها. إذا عجبكم هذا الفيديو يعني أتمنى ترحموا لوالدتي أو قراءة سورة الفاتحة لوالدتي المرحومة، الله يرحمها برحمته الواسعة. تحياتي لكم ومع السلامة.